الدين. التجارة الرابحة دايما للشخص اللي عارف شو بياكل مع الناس، حاجة كده بتأكل الشهد. أحسن 1000 مرة من تجارة المخدرات وأمن بكتير، وبالإضافة لمكاسبها المادية فهي بتديك وجهها عند الناس. وفوق هيك تجارة عادلة جدا لأنها بتقبل كل الأصناف وكل الأنواع، من أول الجاهل للحرامي للنصاب للمدعي للفاشل لحد ممثلات الإغراء. وكمان بتقبل كل الأشكال، من أول أبو دقن وجلبية القروي الساذج اللي بهاراته أضواء المدينة، للأزهري أبو طربوش الأكول النكوح المحب للحلوى، لأبو بدلة الكيوت والولاد والبنات الخريجين الجامعات الخاصة والدولية اللي بيحشروا كلام إنجليزي وفرانكو في نص الكلام، لحد الأخت فتوى مواهب السورية اللي أمها رقاصة وأبوها طبال. وطبعا هذا شيء ما بيقلل منها وشيء مش بإيدها، بس اللي بيقلل منها هو ازدواجيتها ونفاقها وكذبها وبيعها الدين للناس اللي شايفة إنه لبس الشورت للطفل قدام أمه حرام. أصل ماما لما تشوف جسمها هتصار عليا، ماما اللي بتحميني وتليفني وتلبسني حرام تشوفني لابسة شورت، أصل يمكن أغري ماما ولا حاجة. يعني أنا دلوقتي لو لابسة شورت في البيت قدام ماما، لابسة بيجامة هات شورت قدام ماما، دي عورة؟ باخد سيئات؟ سربرايز. وبنفس الوقت لفة صغيرة هيك على اكاونتها هنلاقي هي وبناتها عايشين بالطول وبالعرض وبالشورت والفساتين القصيرة قدام الناس وبرا البيت عادي جدا. ما هو اللي محلل إلها محرم على الناس. انتوا متخيلين كمية القذارة اللي بتتصدر للأطفال؟ متخيلين هذا الطفل لما يسمع هذا الكلام شو رح يطلع بس يكبر؟ وين رح يكون؟ طيب احنا لأمتى هنضل كل من هب ودب مزنوق بشوية قرشين يطلع يطفح علينا قذارته باسم الدين، والناس تسيبه وتسكت له عادي؟ ما هو بيتكلم بالدين. امتى هنتعلم ما نسيبش فرصة لمدعين الفضيلة انهم يضايقوا علينا حياتنا في حين انهم عايشين حياتهم عادي؟ امتى؟